أيوب عليه السلام عاش ما يقرب 80 سنة منعما ملتي ملياردير، وبعد 80 سنة يبتلى بثلاثة أعظم ابتلاءات على بني البشر: فقد المال، كل أمواله راح، وفقد الولد، عندها 14 ولد وبنت كلهم ماتوا، وفقد الصحة، فقد الصحة، وبقي على هذا الحال 18 سنة وهو مبتلى، حتى أن الناس ملوه وتركوه، الأصدقاء، الزوجات، لم يبق معه إلا زوجة صالحة اسمها رحمة، حتى أنهم طردوه على أطراف القرى كي لا يعديهم. وتمر السنوات، تأتي هذه الزوجة وتقول: يا نبي الله، أنت نبي مستجاب الدعوة، أفلا تدعو الله فيشفيك؟ قال: يا امرأة، كم بقينا في السراء؟ قالت: 80 سنة. قال: إذا بقيت في الضراء 80 أخرى دعوت الله إني أستحي من ربي. الله. تمر الأيام وأصبحوا تحت خط الفقر، ما يجدون شيء، فأصبحت هذه المرأة التي كانت زوجة الملتي ملياردير والناس يخدمون عندها، أصبحت تخدم عند الناس لتطعم زوجها. الله. في يوم من الأيام أصبحوا يرفضون أن تعمل عندهم، فأتت بطعام. قال: يا امرأة، من أين هذا الطعام؟ والناس رفضوا أن تعملي عندهم. قالت: كل يا نبي الله كي لا تموت. قال: لا أكل حتى تخبريني من أين هذا الطعام. فبكت وحسرت عن رأسها، وإذا بها باعت شعرها لتطعم زوجها. لا إله إلا الله. وتمر الأيام وكان لا يستطيع الذهاب إلى الخلاء إلا بمعونة زوجته، فيناديها يريد الخلاء، فما سمعت، بعيدة عنه، كرر عليها فما انتبهت له، فعسر عليه الحال وصعب عليه الأمر، فما كان منه إلا أن مد يديه إلى السماء وقال الكلمة المشهورة: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفجأة فاستجبنا له مباشرة، فالاستجابة. وأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب الأرض يخرج الماء، اغتسل من الخارج تشفى من الخارج، اشرب تشفى من الداخل. فبدأ يحبي على ركبتيه ثم على رجليه، ثم أعاد الله له شبابه كما كان. فرجعت زوجته فما وجدتها على الفراش، ووجدت هذا الرجل الذي يقف بجوار الفراش. قالت: أيها الرجل، أما رأيت العبد الصالح أيوب على هذا الفراش؟ قال: يا امرأة، ما عرفتيني؟ قالت: لا، ما عرفتك، ولكنك أشبه بأيوب في شبابه. قال: أنا أيوب وقد شفاني الله. قال: أنا أيوب وقد شفاني الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. أنا أيوب وقد شفاني الله. ثم أنزل الله عليه جراد من ذهب، فبدأ يجمع الجراد بثوبه، فأوحى الله إليه: أن يا أيوب، أتخشى ألا نغنيك؟ قال: لا يا ربي، ولكن رجاء بركته. ثم أعاد الله له زوجته شباب كما كانت، ورزقه 27 من الولد غير الإناث. وفي آخر الآيات الله يمتدحه يقول: إنا وجدناه صابرا، نحن اختبرناه وابتليناه، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد بين من مروا نبيا في الجراح دعا إلهي مسني الضر. ألا يا أيها الصبر يطيب بحسنك العمر. عرفنا هذه الدنيا وفيها الحلو والمر.